كنت قائد الطائرة الميراج اللي سقطت. وش تحب تقولنا عن طبيعة المعركة هذه؟ ثم أنه موقف أنت الآن كقائد طائرة وقاعد في معركة، هل تؤمن بأن هذه المعركة عادلة؟ في الحقيقة قبل ما نوقع بأسير في يد الثوار الصحراويين ما كنتش كنتوقع أنني غادي نلقى في المعركة إلا الثوار الصحراويين. كنت كنتظر أن غادي نلقى هناك يعني أجانب، هناك مرتزقة، هناك على حسب ما كنت كنسمع ملي كنت في المغرب. ثم في الوقت اللي نزلت في وسط الثوار الصحراويين فأنا وجدت قدامي إلا الثوار الصحراويين وكلهم صحراويين ومآمنين بمشروعية حقهم. لهذا كان دائما انتصار حليفهم، لأن الجيش المغربي كينقص المعنوية اللي كيحس بأنه ما كيدافعش على بلاده، كيحس بأنه في واحد البلاد اللي ماشي ديالو. وأما الجيوش الصحراويين فكيحسوا بأنه بلادهم، ولهذا هذا هو الفرق بين الجيوش المغاربة والجيوش الصحراويين. أما فيما يخص الحل ديال المشكلة كنظن بأنه يعني رسالة الدماء بين إخوة مسلمين وعرب، فهذا ما غاديش يؤدي إلى أي حل. كما تم إسقاط 4 طائرات حربية، 2 من نوع ميراج F1 و F5، وطائرة نقل عسكرية من نوع هيركيل 230، وطائرة أخرى من نوع الهليكوبتر كانت تقل على متنها 20 جنديا لم ينجو أحد منهم.